سيكون معي الأستاذ فرحات شابخ بعد لحظات فقط للحديث عن تحضيرات لهذه البكالوريا الاستثنائية والجزئية. الأستاذ ربح الوصيف، صباح الخير، مرحبا. صباح النور هارون، صباح النور لكل مشاهدي قناة النهر. أستاذ ربح الوصيف، لما نقول سحب الاستدعاءات يعني دخلنا يعني البيت القصيد قبل حوالي أسبوع أو أقل من أسبوع عن انطلاق الدورة الاستثنائية. التلاميذ نعلم أنهم راهم في ضغط الصيام، الحرارة، وضغط إعادة موادهم امتحنوا فيها من قبل. هذه الحالة النفسية تحتاج لمرافقة من شكل الأولياء، من نصائح لعلماء النفس وللخبراء في هذا الشأن. اكيد، بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد، لان اولا هما ضغط مرتين او ثلاث مرات، الضغط اللي العادي يعني اللي معتادين عليه. لماذا؟ لان كما تفضلت، خلينا نقولوا مباشره، لان الطلبه يسمعوا فينا والاولياء، نقولوا لهمش انكم عندكم لا شونس ونبداو، لا باسكو يولي الطفل هذاك الطالب اللي يسمع فينا الان يقول والله غير كفايه عندنا لا شونس وحنا في الضغط هذا. نقولوا له فعلا، اول حاجه نقولوها فعلا، هناك انت كنت منتظر وصار لك عدم التوازن الذهني، لان كنت منتظر انني انتهيت من الامتحانات هذه، خلصت منها في تيرميني اوف ستانغر، درك الان وجدت نفسي راح نعاودها. هنا يحدث لي ما يسمى بالتوازن الذهني، يعني تخلطت لي في راسي كما نقولوها بالعاميه، نتكلم مع الطالب. فانت باش ترجعها هذا وكانه عائق امامك، لقيت حاجه ماشي ولقيت حاجه كيفاه دير. والشباب تاعنا متعودين يلعبوا بالالعاب الالكترونيه، خاصه الجيل تاعنا هذا تاع الشباب، هذا الجيل هذا يلعب بالالعاب الالكترونيه، يعني ما في يلقى صعوبات وهو يلعب. حاول تطبقها في حياتك، كما تقلق في اللعبه وصاحبي يغلبني من ما نعرف من دوله اخرى ولا من ولايه اخرى في الالعاب هذيك عن طريق الانترنت، تخيلها وكأنها هذه هي البكالوريا. فأنت كيف تخرج منها وتنتصر على اليوم. دوك هنا نخمم هكا، لاني نهضر بالجيل، باللغه تاع الجيل تاعنا تاع الشباب هذا عفوا. فهذه اول حاجه نديرها في ذهني، واعتقد عن طريق قناه النهار المقارب نعم. كنا تكلمنا على هذه. فانا واش نقول الطالب الان راك كما تفضلت راح تسحب الاستدعاء، يعني راك في الديبار، راك بديت كي هذاك تاع لعب القوه، راك بديت راح تحكم مكانك، راك بديت عيطوا لك الاربيتر يعيط، ادخلوا كل واحد في الثمانيه هذوك في الاروقه راح ينتحكموا الانطلاقه تاعكم. حتى يعني نتكلم باللغه دي يفهمني الطالب والتلميذ هذاك. ثم اني خلاص اني رايح ننطلق، واش ندير وانا في رمضان؟ وانا نقول لهم شوف الشباب تاعنا جربوها وبداو يدربوا الان، ما ترقدوش، نوضوا الصباح على 8 ونص. غادي نبدا الاسبوع هذا كامل نبدا هكا، نوض على 8 ونص. علاه كي نوض على 8 ونص ونحاول مش نقرا نحفظ، نوض على 8 ونص على الاقل نعدل نقول عليها الساعه البيولوجيه في ذهني، باللي راني نقدر نوض على 8 ونص، هاني خلاص نط، هاني بديت نشوف نفطن، علاه باش نقدر نعود روحي. لو كان يبقى يرقد وينوض على 11 وعلى 12 كل صحيح يوم، صحيح. طيب الاسبوع هذا الاسبوع القادم ما يقدرش أستاذ يركز مليح. رابح الوصيف، قبل مواصلة النصائح تحول للأستاذ فرحات شابخ يلتحق بي عبر الهاتف هو كذلك. صباح الخير أستاذ فرحات شابخ. صباح الخير أستاذ فرحات. أستاذ فرحات شابخ، أنت على المباشر. صباح الخير، مرحبا بك. طيب، سأعود للأستاذ فرحات شابخ لما يكون جاهز. أعود إليك أستاذ ربح الوصيف. كنا في نصائح، خاصة ونحن في شهر رمضان. الطالب التلميذ يعلم أنه امتحان البكالوريا سيكون خلال ساعات يعني صبيحة، وفي حتى شعبة العلوم التجريبية عندهم امتحانات خلال الأمسية. يقولوا أنه خلال هذه الفترة يكون فيه القلق، فيه التعب، الصيام، الحرارة راح يأثر عليهم. هو يقولوا، وانا شوف سي هارون، لازم الطلبه والاولياء يدربوا الابناء تاعهم، لان الاولياء ما يلزمش يهضروا بزاف مع الابناء، لان تحت الضغط قاد الابناء
كاين في احتكاك معهم يومي. الابناء راهم القادر كيزيد تهضر مع الوالي يقلق اكثر. انا راح نقول ما لازمش نقولوا لهم في رمضان دير، ما نعطيهمش الفكره المسبقه، لان احنا راح نعطيوهم فكره هما يوضعوها في ذهنهم وتزيد. فنقول لهم باش انت دير ما نبقاوش نتكلموا، لازم يكون ان صح التعبير كومبورتمونتال سلوكيا. لازمك على الاقل حاول تنوض انت اليوم على 8 ونص. علاه؟ باش نعود نفسي انني في رمضان نوض و نقطة مهمة هذا. ماشي نوض يقرا، ماشي نوض يراجع يحفظها، نوض على الاقل كان حب يقرا قراءه خفيفه، لان في الفتره هذه من نهار اللي عاود يعني قالوا لهم استاذ ربح الوصيف، فيه اشكال انه جميع التلاميذ يعني حكموا هذاك الريتم تاع رمضان، يسهروا لساعات طويله، ما يقدروش ينوضوا يعني بكري. كيف يعني راح يتصرفوا خلال هذا الاسبوع؟ هلا بارك الله فيك. هذه اللي قاعد نقول فيها انا سي هارون، قاعد نقول باش نعودوا نفوسنا، مش بالهضره قالوا نوصل النهار هذاك ونوض، اما او ما تقدرش ان ما تنوض الصباح هذاك اليوم، لكن ما التركيز والانتباه لاتونسيون اي لا كونسونطراسيون تكون ناقصه. ونزيد كل ما قلت انت قبل، كل ما يمشي الوقت نقلق، لان نبدا مانيش متعود على الجو. كيجي فتره مساء قال يا ربي نرقد وهي عنده امتحان، فانا نقول لهم عودوا نفوسكم. انت ضحيت خلال هذا الاسبوع، نعم، غير من هذا الاسبوع يبدا باش يديكونديسيوني روحه شويه، باش ينحي هذيك العاده اللي تعود عليها الاسبوع الماضي، باش يوصل يلقى روحه الاسبوع القادم يلقى روحه اون فورم. يعني كي نوض تجي عاديه، وصدقني باللي كون يجربوها راح يكلموك ويعيطوا لقناه نار يقول لك والله العظيم غير درناها ونجحت لنا، لان هذه هي، لان شكرا جزيلا لك الاستاذ ربح الوصيف.